رجعت مع حضراتكم تاني. تعبت عمرو معايا تعبت الضحيه طبعا، وتعبت اللايف جارد محمد عرفه، وهيأدوا جمله الانقاذ بشكل صحيح. يا رب يأدوها كويس. اتفضل. ايوه 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 ايوه، ارمي امسك بقى يا عمرو. انت ما تلفش يا عمرو، هو اللي يلفك، اركب بقى على عمرو بقى، ما تمثلش جامد كده. ها، حط ايدك فوقها بقى يا عمرو. اهدى خالص، ايدك فوق يا عمرو، ما تمثلش جامد كده يا عمرو، هتبوظ الفيديو. ماشي زي بعض. ايوه، راجع راسه، قوم بقى يا عرفه. هنا حضراتكم وضع الضحيه سلبي خالص، وهو جره بالشكل ده. وصلنا للجمله الصحيحه لجمله الانقاذ. بوصل هنا بفك كل الحاجات اللي على الغريق عشان اثبت ايد الغريق على السوينج تقول وعلى حرف الحمام او على على السقاله. فك بقى الريسك تيوب، اطلع منه. اسند على ايده بقى، اسند على ايده عشان ما يزحلقش منه، واسند على ايد الغريق وانا طالع بسرعه واطلع ادور. اسند على ايده وانت طالع. اجمل. يلا بعد كده بلف الغريق. طلع يا ابني حاجه. الف الغريق، لف. ايوه، 1 2 3 عشان ما تلزقش، وابدا اقول 1 2 3 ابدا اهو. مش المفروض طبعا وما شاء الله عليه. كان معايا كابتن عمرو ضحيه، انا بشكره، وهو كده شاف الفيديو. بشكر محمد عرفه. وطبعا هنكمل الفيديو، ننتهز الفرصه مع الناس اللي بنعلمها بقى الناس هومر ازاي ان هم ما بيعوموش خالص، ازاي نعلمهم السباحه عشان يكونوا باور. مين اللي قدام؟ ارجع راسك. مين اللي قدام؟ المدرب واقع وضعه صح، عينه على الاثنين عشان محدش يغرق، وبعلم السيفتي اهو بالشكل ده. ايه، شد عضله، فك له الشد، سيب لي الراجل ده ان شاء الله عليه. الوقوف في الميه من المهارات الاساسيه والمهارات الهامه في تعلم السباحه، خاصه البيجنرز المبتدئين الكبار اللي هم الادلتس، وهو معاكم باذن الله ان شاء الله كباتن على اعلى مستوى وبيبداوا يعوموا في الميه. ومعانا المدرب انت بيتم اعدادك اخي المشاهد، اعداد الميه الاول للسباحه، الكورس او فتره سنويه مهارات الانقاذ، سواء الهيد اب او الاندر ووتر او سحب الدميه او جمله الريسك تيوب اللي لسه حضراتكم شايفينها. عيد تاني معاهم يا يوسف. كابتن المدرب معانا، ومعانا الكابتن المتعلم كبار اللي هم ما يعتبروش كبار السن، بيقولوا سن الشباب. مين اللي قدام؟ لا كده مش هتقف في الميه كويس. كره كبيره وبنحسس عليها، والرجل بتضرب شمال ويمين على مسافه بعيده عن بعضها. يلا وريني هنا. وخلص مع حضراتكم الفيديو. ريلاكس، كل ما كنت هادي في الميه هتشيلك وهتقف في الميه. تعلم السباحه سهل جدا، مش محتاج مجهود، محتاج انسيابيه وتبقى عندك ثقه في المدرب اللي معاك. وان شاء الله عليه يوسف واقف قدامه جامد، لذلك المتعلم وطلع اقصى ما